اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سومة من قناة مطبخ سومي سومة. النهاردة هعمل رز الصيادية بطريقة بسيطة وسهلة. اللي بناكله مع السمك المقلي او اي حاجة تانية انتوا بتحبوها. هحط معاه مكون واحد هيديله لون وريحة وطعم مختلف شوية. بجيب عندي حلة فيها 3 معالق زيت وبصلتين كبار متقطعين صغير، وبحمر البصل كويس قوي لحد ما اللون بتاعه يبقى بني، ما يبقاش محروق، يبقى بني غامق. وبعدين باجي عندي في الطبق بتاع الرز اللي بغسل فيه الرز، بغسل الرز كويس جدا واصفيه، وبعدين بحط عليه الملح ومعلقة كمون صغيرة. معلقة الكمون الصغيرة بتفرق معاه في الريحة والطعم جدا، واللون كمان بيبقى غامق وحلو. بجيب عندي بقى الملح والكمون ومعيار المية السخنة، ما بحطش على الرز مية ساقعة عشان ما يعجنش ويبقى مفلفل وحلو معايا. واقلب بقى كله في بعضه بالتوابل اللي حطيتها، الكمون والملح. تقليبه كده كويسة عشان الملح ما ينزلش كده تحت ويبقى الرز حادق. معلقة الكمون كمان بتديله لون وريحة حلوة قوي. واقلب بقى كويس كله مع بعضه كده، واسيب النار متوسطة لحد ما المية تبدأ تتشرب كده في الرز يعني، ويشربها كده ويبقى نص سوا. وبعدين اروح موطيه النار خالص لحد ما يستوي كويس، وهيطلع لونه تحفة وجميل ومفلفل كده، والرز لونه بني وجميل قوي زي اللي بناكله بره. بتاكلوه بقى مع سمك مقلي او اي حاجة انتم متعودين تاكلوها معاه تانية، ممكن فراخ ستريبس او اي حاجة انتوا تحبوها يعني. عملناه في 10 دقايق، وحاجة بسيطة وسهلة خالص وسريع يعني. جربوه يا حبايبي بالكمون، هيدي طعم مختلف شوية وريحة ولون كمان حلو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك ودعمكم للقناة. السلام عليكم.